مستحيل انك تعرف تبيع اي حاجه اونلاين او اوفلاين غير لما تظهر للشخص دوت 7 مرات في فيديوهات او في كونتنت او ايا كان او في يافطه حتى في الشارع. بالاخص احنا بنتكلم في صناعه المحتوى والفيديوهات، فانا هقول لك 4 حاجات لازم تتبعهم علشان تبدا ان انت تظهر بيهم 7 مرات بطرق مختلفه. واول حاجه هو المحتوى التعليمي. ازاي تحافظ مثلا على بطاريتك لاطول فتره ممكنه. دي فكره من ضمن الافكار. تاني نوع من المحتوى اللي هو الالامي، اللي هو البين كونتنت. يعني تقول ايه اكبر سبب بيخلي عربيتك تعطل مع انها جديده، فانت كده رحت للناس اللي عندها عربيات جديده. بيعتبر اسمه توكن هيد كونتنت او بتمنشن حد معين في المحتوى بتاعك. تالت نوع من المحتوى اللي هو الستوري تيلينج او سرد القصص. ان انت مثلا تقول غلطت في اختيار الكاوتش، الغلطه ديت خلتني اخسر فلوس كتير قوي، او ضيعت وقت كتير قوي، او ايا كان. فتبدا ان انت تعمل ستوري تيلينج، بعد كده تحكي قصه. يا جماعه رحت النهارده اشتري كاوتش من كذا 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 كذا، وقالوا لي لازم تجيب كذا، فانا كنت عايز اجيب كذا وما جبتش كذا. ده ستوري تيلينج كونتنت، يعني تعمل سرد قصص. ورابع نوع هو نوع العروض. يعني تعمل محتوى فيه عروض. يعني مثلا ان انت تعمل عرض تقول ايه النهارده احنا عاملين عرض على الصيانه، لو انت جيت غيرت زيت فهتاخد الفلاتر مجانا. فدي طريقه برضو بتجذب عملاء ليك في المحتوى بتاعك مع اللي فاتوا. بس ولو عايز تتعلم ان انت تصنع محتوى وتبيع بيه ايا كان مجالك ايه، هتلاقي رقمي موجود في صندوق الوصف تحت الصوره بتاعتي على طول.